كتير بيحتاروا في اختيار وسيلة منع الحمل، وخصوصا لو الحبوب العادية مش مناسبة ليهم وبتعمل مشاكل. طب هل في حل للحالات دي بالذات؟ أيوة في. وفي الشرح ده هنتكلم بالتفصيل عن حبوب سيرازيد. طيب خلينا نتكلم بصراحة كده. في ناس كتير بتحس إن حبوب منع الحمل العادية مش مظبوطة معاها، أو يمكن سببت لهم أعراض مش مريحة خالص. لو أي حد مر بالتجربة دي يبقى الشرح ده مهم جدا ليه. طب ليه ممكن الحبوب المركبة ما تكونش مناسبة؟ الأسباب ممكن تكون كتيرة قوي. ممكن مثلا بسبب الرضاعة الطبيعية، أو لو في حساسية من هرمون الأستروجين نفسه، أو المعاناة من الصداع النصفي اللي بيسموه مع هالة، أو حتى لو في تليخ مع ضغط الدم العالي. كل دي حالات وأكتر كمان بتحتاج بديل يكون مصمم ليها مخصوص. وهنا بقى بيجي الحل اللي بنتكلم عنه، سيرازايد. هو ده البديل اللي ممكن يكون آمن وفعال لمعظم الحالات اللي لسه قايلينها دي. تمام. يبقى إيه هو السيرازيد ده بالظبط؟ خلونا نعرف تفاصيله وبيتكون من إيه. بصوا، الموضوع بسيط خالص. سيرازيد ده نوع من حبوب منع الحمل بيسموها أحادية الهرمون. ليه؟ عشان فيها هرمون واحد بس، اللي هو البروجستين، وما فيهاش استروجين خالص. والمادة الفعالة الأساسية بتاعته هي الديسوجسترال بتركيز 75 مايكروجرام. تمام، عرفنا هو إيه. نيجي بقى لأهم نقطة، إزاي بيتاخد صح عشان طبعا نضمن إنه يدينا أعلى فعالية ممكنة. الطريقة بتاعته بصراحة سهلة جدا، بس محتاجة التزام. هي حباية واحدة كل يوم. بس فين السر؟ السر كله في إنها تتاخد في نفس الميعاد بالظبط كل يوم، يعني لازم نظبط منبه ليها. لو الميعاد الساعة 9 بالليل يبقى كل يوم الساعة 9 بالليل من غير تغيير. ولما الشريط يخلص بندخل في اللي بعده على طول تاني يوم. وهنا بقى في نقطة جوهرية بتميز سيرازيت عن أنواع تانية كتير. مفيش أسبوع راحة بين الشرايط إطلاقاً. الشريط يخلص النهاردة، الشريط الجديد يبدأ بكرة. دي أهم قاعدة، ومن غيرها الفعالية بتقل. طيب، سؤال بيتسأل كتير جدا وبيحصل لنا كلنا، نعمل إيه لو نسينا الحباية في ميعادها؟ وارد طبعا. الرقم المهم اللي لازم نفضل فاكرينه هنا هو 12. معانا فترة سماح أو نافذة أمان لمدة 12 ساعة. يعني لو الحباية اتاخدت في خلال 12 ساعة من ميعادها الأصلي مفيش أي قلق خالص، الحماية بتفضل زي ما هي. لكن لو عدى أكتر من 12 ساعة، هنا بقى لازم ننتبه. للأسف درجة الحماية من الحمل بتقل بشكل ملحوظ، وساعتها لازم يبقى فيه تصرف تاني. طيب إيه هو التصرف ده؟ خطوتين بساط. أول حاجة، ناخد الحباية اللي اتنست أول ما نفتكرها على طول، حتى لو ده معناه أن هيتاخد حبايتين قريبين من بعض في نفس اليوم. وتاني حاجة، ودي مهمة جدا، لازم نستخدم وسيلة منع حمل إضافية زي الكوندوم مثلا لمدة اليومين اللي جايين، ده عشان نضمن الأمان الكامل. تمام قوي، كده غطينا طريقة الاستخدام. فاضل كام حاجة مهمة لازم نكون عارفينها. شوية تغييرات طبيعية جدا ممكن تحصل مع استخدام سيرازيت عشان ما نقلقش. أول وأشهر حاجة ممكن تتغير هي الدورة الشهرية. في احتمالين والاتنين طبيعيين. الأول، ممكن يحصل نزيف غير منتظم أو تنقيط بسيط. والتاني، واللي ممكن يكون مفاجأة لناس كتير، إن الدورة ممكن تقف خالص. تاني، الحالتين دول يعتبروا من الأعراض الجانبية الشائعة والمتوقعة مع سيرازيت، فما فيش داعي للقلق منهم في الغالب. بس خلوا بالكم، لازم نفرق. لو النزيف ده كان شديد قوي أو مستمر بشكل مش طبيعي، أو طبعا لو في أي شك ولو بسيط في احتمالية وجود حمل، هنا لازم وقفة. لازم نرجع للدكتور فوراً عشان هو اللي يطمنا ويقول لنا إيه الصح. ونيجي بقى لآخر وأهم نقطة في كل الكلام اللي قلناه، القاعدة الذهبية اللي ما ينفعش نتجاوزها أبداً. القاعدة دي هي أهم معلومة في الشرح كله، وركزوا فيها قوي. الدواء ده زي أي دواء في الدنيا ما ينفعش يتاخد من نفسنا أبداً. لازم استشارة طبيب متخصص، هو الوحيد اللي يقدر يحدد إذا كان سيرازيت مناسب للحالة الصحية دي بالذات ولا لأ، خصوصاً لو في أي أمراض مزمنة أو أدوية تانية بتتاخد معاه. وبكده نكون لمينا تقريبا كل حاجة مهمة عن حبوب سيرازيد. يا ترى المواضيع اللي زي دي بتهمكم؟ حابين نتكلم أكتر عن وسائل منع الحمل المختلفة وإزاي كل واحد يقدر يختار الأنسب ليه بمساعدة الدكتور؟ رأيكم يهمنا جداً جداً. اكتبوا لنا في الكومنتس لو عايزين شروحات أكتر عن مواضيع زي دي. وطبعا ما تنسوش اللايك والشير عشان الشرح ده يوصل لأي حد ممكن يكون محتاجه، وأكيد المتابعة عشان يوصلكم كل جديد بنعمله.